السلام عليكم. كل رمضان وانتم طيبين. رمضان السنه دي مختلف خالص ان شاء الله عن اي سنه. السنه دي بنفطر مده اطول عن كل السنين اللي فاتت، فده شيء مميز جدا ان احنا نظبط اكلنا. الناس بقى اللي نفسها تخس وتخس دهون لحد 10 كيلو، هقول لك النهارده على حاجه سهله جدا تخسسك وتحولك بطريقه سهله جدا، وتحول حضرتك بطريقه سهله جدا. الكارديو بتاعنا يبقى امتى؟ الكارديو بتاعنا او التمرينات اللي هي الهوائيه الخفيفه نعملها قبل الفطار بساعه او ساعه الا ربع. لمده قد ايه؟ لمده 45 دقيقه. هنجري على التريد ميل او في اي مكان، في الجيم او في البيت او في اي حاجه. تريد ميل خفيفه خالص على سرعه 6 من 6 ل 7 افريج، يعني من 6 ل 7، والانكلاين بتاعها والارتفاع بتاعها يبقى نفس الحكايه، يبقى برده من 7 ل 8. ده هيساعدنا ان انا احرق نسبه فات عاليه. وانا مش عايزك تقعد تجري بسرعه، بالعكس خالص، ولا عايزك تجري بسرعه، بالعكس انا عايزك تمشي مشي سريع، يعني بدايه الهروله اللي هو بهز بس جسمي، ده مهم قوي. طيب النقطه الثانيه الاكل. طيب افطر ايه؟ بصوا يا جماعه، الفطار بتاعنا يا ريت يكون فطار صحي، بمعنى اللي هو انا هفطر تمرايه وثلاث كوبايات ميه بس كده، وهصلي المغرب واخلص الصلاه، وبعد كده ابدا اكل، يعني بعد كده ابدا اكل، يبقى انا حركت معدتي. طب ترتيب الوجبات ده مهم جدا جدا. ركزوا بقى معايا. الوجبه لازم ارتبها، بمعنى ان انا هاكل طبق سلطه معظمه ورقيات خضراء، ده كبير ومهم جدا، مع البروتين. ويفضل البروتينات الحميده زي صدور الفراخ، زي بياض البيض. وهديكم امثله دلوقتي حالا على مجموعه اطباق نعمل زيها بالظبط، ان شاء الله تفيدكم جدا، والناس الفيجيتيريان برضه هتفيدها جدا. طيب النقطه الثانيه والمهمه جدا، ان انا لازم اخلي بالي من نسبه الكربوهيدرات بتاعتي، ما اخدش كميه كارب كتيره. تمام. النقطتين اللي انا لازم تخلي بالك منهم قوي قوي عشان تخس نسبه فات عاليه: السكر والدقيق الابيض. لو احنا قدرنا نمنعهم، ده هنستفاد بطريقه كبيره جدا ان احنا نخس في الوزن بتاعنا كويس، مش هيحصل لنا ترهلات ولا اي حاجه. وتابع لنهايه الفيديو عشان اقول لك الفيتامينز اللي احنا هناخدها. طيب الوجبه اللي بعديها هناخد الوجبه بعد صلاه التراويح، ده مهم قوي ان احنا نبدا ناخد وجبه ثانيه. وخلي بالكم ان نسبه البروتين لازم تبقى مميزه ومحسوبه بنسبه 100%. بمعنى يعني الستات ناخد من 1.4 ل 1.6 لكل كيلو من وزن جسمنا. يعني لو مثلا حضرتك 100 كيلو يبقى تاخدي 150 جرام بروتين على 4 وجبات، لان ما جسمك مش هيستفاد منه الا على هياخد ربع الوجبه دي او ربع الكميه دي بس اللي هيستفاد منها. فضروري ان احنا لازم نحافظ على اللي ليها. طيب الرجاله من 1.6 وممكن نوصل للعيبه نوصل لحد 2 جرام لكل كيلو من وزن جسمك. بمعنى انا 100 كيلو فاخد 200 جرام بروتين، بكل وجبه اخد فيها 50 جرام بروتين بس. تمام كده؟ فده عشان استفاد. طب ترتيب الوجبات امتى؟ يبقى قلنا بعد الفطار اللي هو بعد المغرب على طول هناخد وجبه، ووجبه قبل التمرين، مثلا هتمرن الساعه 10 فاخد وجبه مثلا الساعه 8، وهاخد وجبه الساعه بعد التمرين على طول اللي هي مثلا بعد التمرين الساعه 12، اخلص تمرين 11 ونص اخد وجبه الساعه 12. والوجبه بتاعت السحور بتاعتي اللي هي مثلا الساعه 4 او 4 وربع قبل الفجر. فبالتالي انا كده وزعت النسبه بتاعتي على 4 وجبات، فبالتالي انا بستفاد من كميه البروتين كلها سواء للستات او للرجال. طيب بالنسبه للميه، لازم اقل حاجه اشرب لتر ونص ميه على مدار التمرينه بتاعتي. وفي الفتره دي ان احنا تقريبا بنفطر من الساعه 6 لحد الساعه 5 الفجر او 5 الا ربع، فالوقت ده 11 ساعه، فده هنقدر ندخل فيه وجبات كويسه جدا وهنستفاد بالكميه كلها. فبالتالي لازم احافظ على كميه الميه بتاعتي ما تقلش من 3 لتر ولحد 5 6 لتر. ده مميز جدا وهيفيدني، هيفيد البشره، مش هيخلي يحصل تجاعيد للستات ولا زنود ولا الترهلات في البطن بسبب التخسيس، فده هيفيدنا جدا. اتمنى الحلقه تعجبكم، والف مليون شكر لكم، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.